نعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. مع المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، الروابط بين الناس متنوعة، الروابط بين الناس مختلفة. هذا الرابط بينه وبين ذاك الصداقة صديقه، وهذا الرابط بينه وبين الآخر شريكه نسيبه عديله. الروابط بين الناس متنوعة وكل الروابط، روابط القرابة، روابط النسب، روابط الصداقة، روابط الشراكة، كل الروابط المجردة عن العمل الصالح كلها يوم القيامة تنفصل ولا تبقى رابطة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. روابط القرابة الابن، الأب، الجد، الأخ، روابط الزواج الزوجة، روابط النسب. قال الله تعالى لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رابطة الصداقة إذا كانت صداقة عن غير طاعة تنقلب يوم القيامة عداوة. الأخلاء والأصدقاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، حتى إن الصديق يتبرأ من صديقه. يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كل العلاقات، أي علاقة لم مع أحد تنقطع يوم القيامة، لا تبقى إلا علاقة واحدة فقط. هذه العلاقة أنقى وأبقى، علاقة الإسلام، علاقة الإيمان، علاقة العمل الصالح. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. إذا أقوى العلاقات علاقة الإسلام، أخوة الإسلام، أخوة الإيمان. هذه الرابطة إخواني الكرام، رابطة الإسلام والإيمان تبقى ولا تنفصل، وهي أنقى. لما كانت علاقة الإسلام قوية وباقية الشرع حماها وصانها وحفظها وشرع لنا أشياء تنمي هذه العلاقة وتقويها، تنمي هذه العلاقة وتقويها. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث
في مسألتين، في نقطتين. الأولى الآداب، الشرائع التي شرعها الله عز وجل ليحفظ أخوة الإسلام، لنحتفظ بعلاقة الإيمان. النقطة الثانية المحاذير التي حذرنا الشرع منها حتى لا تتأثر هذه العلاقة. علاقة الإسلام باقية وقوية ونقية، المطلوب منا أن نقويها وأن نحذر من الأسباب التي تفصلها. حتى لا يكون الكلام نبدأ بالقسم الأول، الأسباب التي تقوي هذه العلاقة. الشرع حريص غاية الحرص على أن العلاقة بين المسلمين تكون قوية، ولذلك جعل المسلم أخا للمسلم، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة كيف تصير قوية؟ بأشياء، منها واحد إفشاء السلام. قضية السلام قضية خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله فقال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام بينك وبين الناس، من عرفت ومن لم تعرف. الشرع جعل أدخل الناس من دخل بالسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أدخل الناس من دخل بالسلام. إذا لقيت أحدا من المسلمين تعرفه أو لا تعرفه ألق السلام، وإذا ألقى عليك أحد من السلام رد عليه ببشاشة وطلاقة وجه. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. رد عليه ردا يسمعه، ورد عليه ردا أحسن من سلامه أو على الأقل مثله. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا لقيت أخاك المسلم وسلمت عليه وإن تيسر لك أن تصافحه فصافحه. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت ذنوبهما قبل أن يفترقا. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت ذنوبهما قبل أن يفترقا. صافح أخاك بروح وروح وحرارة، صافحه بحب ومودة مستحضرا أنك إن صافحته غفر الله لك ذنبك. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. الإسلام شرع بيننا إفشاء السلام لزيادة المحبة وزيادة المودة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الأمر الأول الذي يزيد العلاقة بين المسلمين قوة. الأمر الثاني وهو من حق المسلم على أخيه عيادة المريض. المريض شخص تغير حاله، كان صحيحا يذهب ويجيء ثم قعد به المرض فيحب أن تزوره. زيارة المريض أجر عظيم للسائل. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا. زيارة المريض من حق المسلم على أخيه. إذا زرته واحد لا تطل الزيارة، ما تطولش عنه حتى لا تزعجه وتزعج أهل البيت. الأمر الثاني إذا زرته وسع له في الأمر، تكلم كلاما يحبه ويعجبه، لا تتكلم كلاما فيه تشاؤم. طمنه، بشره بجزاء الصابرين، بشره بالشفاء، أبشر يا فلان لا بأس طهور إن شاء الله. ذكره لأن المرض كفارة للذنوب، وبث فيه التفاؤل بأن الشفاء قادم، وأبشر بالخير. أيضا إذا زرت مريضا علمه هذا
يتطهر. بعض المرضى يترك الصلاة، كل مش عارف يتوضا ازاي، علمه ازاي يتطهر بالوضوء او التيمم، اعرفه ازاي يصلي. يقول لك ما اعرفش اكون مروق لان نام طوال ونام على جهه القبله، علمه كيف يصلي، علمه كيف يتطهر. بعض الناس اذا زرته يسالك كده على جنب، يقول لك انا عندي حته الارض الفلانيه، ام الهات تعبت معايا، انا عاوز اكتب كذا وعاوز اوصل كذا. علمه اذا وصل يوصل صح، لان الاخراج الوصيه من الكبائر، ومن اوصى وصيه على غير وجه الشرع فقد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب. ادعو للمريض اذا زرته، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. حط ايدك على جبهته وارقيه بالفاتحه، فاتحه كلنا يحفظها. اذا زرت مريضا نفس له في اجله، ابشر بالخير ان شاء الله تكون بالسلام. بعض الناس اذا زار المريض لا يحسن الكلام. انت كشفت عن مين؟ كشفت عن الدكتور فلان، دكتور كشف عنده، لو كان كشف عنده مكان اليوم هذا كلام سيء. واحد كده يشوف العلاج يقول لي العلاج ده ده العلاج ده تركيب، ده احنا في المرض ما كملوش ولا. هذا انسان جاهل. ينبغي اذا زرت مريضا ان تتكلم بالكلام الطيب الحسن مهما كان مرضه شديدا. ابشر بخير يا فلان، ياتيك الفرج ان شاء الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الشافي هو الله، توكل على الله واصبر واحتسب. وهذا مما يقوي العلاقه بينك وبين اخيك المسلم. اساله عن حاجات، مالك عليك حاجه، اجيب لك حاجه، اعمل لك مصلحه. وهذا مما يقوي الروابط بين المسلمين حتى لا يقول الكلام. علاقه الاسلام علاقه متينه، الشرع يقويها بالاشياء منها: واحد، افشاء السلام; اثنين، عياده المريض. الامر الثالث مما يقوي به الاسلام العلاقه بينك وبين اخيك ان تكون سليم الصدر له، لا تحزن ولا تحمل له حقدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مره في مسجده وحوله صحابته الكرام، وهو جالس معهم صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. هيجي وقت يدخل علينا واحد من اهل الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام ما يجلس شاف ولا حد شاف، هيدخل الان واحد من اهل الجنه. فنظر الصحابه فاذا رجل داخل من الباب حاطط نعاله تحت باطه ولحيته بتنزل ميه، يعني لسه مطب الان، حط النعال صلى ركعتين وقعد. الصلاه اقيمت، صلى وانصرف. ثاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. شويه دخل نفس الراجل، نعاله تحت ايده ولحيته بشرب ميه، يعني لسه مطب الوقت، صلى ركعتين تحت المسجد وقعد، اقيمت الصلاه صلى وانصرف. في اليوم الثالث: يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. نفس الرجل دخل صلى ومشي. فاحد الصحابه شاب صغير قال: الرجل من اهل الجنه، فانا عاوز اشوفه بيعمل ايه عشان اكون انا كمان من اهل الجنه. المهم عمل حركه معينه كده وراح الرجل: يا عم انا عاوز اقعد عندك يومين ثلاثه. قال له: اتفضل. فاقام عنده 3 ايام بلياليها عشان يشوف بيعمل ايه بالليل، بيصلي ايه، بيتصدق بايه. قال: فمكثت عنده 3، ما لقيتوش منه حاجه خالص غير انه اذا تقلب في فراشه بالليل ذكر الله، كل ليله يذكر الله، وهو نايم يصحى يذكر الله، وبيحافظ على الصلاه في الجامع جماعه. ما فيش حاجه سيئه بيعملها اكثر مننا، يعني هو بيقول كده: كان احنا نبقى في الجامع قبله وهو بيجي بعدين، ونبقى قاعدين بعده وهو بيمشي قبلنا. طب ليه هو من اهل الجنه؟ عشان ايه؟ 3 ايام ما لقاش حاجه غريبه. فبعد 3 ايام يا عم انا هقول لك على سر. احنا 3 ايام قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام قال عليك انك من اهل الجنه 3 مرات. انا جيت اقعد عندك عشان اشوف انت بتعمل ايه، عشان اعمل زيك وعشان اكون من اهل الجنه. ما لقيتش حاجه غريبه يعني زي مين متكلم من منك. قال: والله يا ابن اخي هو اللي انت شفته، ما عنديش حاجه غير اللي انت شفته. لسه عاوزين شيء. قال: تعالى انا هقول لك على حاجه. في الراجل بقى بيقول الشاب: انا ما بعملش اي حاجه غير اللي انت شفته، غير حاجه واحده بس: انام
وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه. مش ده الغش، وما بحسدش حد أبدا على حاجة ربنا اداها. قال له بس هي دي إنك تبقى سليم الصدر جهد المسلمين، لا تحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه، تحب الخير لأخيك، ما يكونش في قلب الغش لأحد. هذا يجعل العلاقة بينك وبين المسلمين قوية. شاء السلام، زيارة المريض، سلامة الصدر. من الأشياء التي تقوم العلاقة بينك وبين المسلمين الحفاظ على حقوق الجار. الجار في الجدار. أول واحد هيسمع صوتك لو في مشكلة هناك، أول واحد هيكون حاطط راسي عندك لو عاوز انقاذ ولا غيره. الجار بتشوفه أكتر ما بتشوف قرايبك، عيالك مع عياله أكتر منهم مع قرايبك. الجار له حق عظيم جدا في الإسلام حتى لو كان كافر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا قلت خلاص الشرع هيخلي له حق الجوار، لما الجار يموت جار يورثه. حق عظيم الجار. احفظ حق جارك، لا تؤذي لسانك ولا تعيش ولا تعتدي على عياله ولا على حريمه، لا بنظرة ولا بكلمة سيئة. احفظ حق الجار وحرمة الجار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. جارك هم جارك. عبد الله بن عمر أحد الصحابة الكبار كان له جار من اليهود ذبح شاة يوم، معزة معروف، معزة ذبح ذبيحة في البيت. طيب يطلع بابا في مصلحة ويرجع: أهديتم لذنب اليهودي وديتم لليهود نصيبه. كل فطر لا يتودوا لليهود نصيبه. قالوا: إيه أنت تعمل؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يصلي بالجار حفظ عنه أنه سيورثه. جارك احفظ حقه، لا تؤذي جارك. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من هذا جاره. والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام، عيادة المريض، سلامة الصدر، حق الجار، أشياء يطلبها منا الشر لتقوى العلاقة بيننا وبين المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أصحابه وإخوانه. أما بعد، إخواني الكرام، حق المسلم على المسلم عظيم. إفشاء السلام، حفظ الجوار، زيارة المريض، سلامة الصدر، المشي في جنازته، إجابة دعوته، تشميته إذا عطس، إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة التي جعلها الشرع أسبابا لتقوية الروابط بين المسلم والأخيه. وفي المقابل حذرنا الشرع من محاذير ينبغي أن نبتعد عنها لأنها تفسد العلاقة بين المسلمين. من الأشياء التي حذر الشرع منها الغيبة. لا تذكر أخاك بما يكره. والله عز وجل قال في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تحب تاكل لحم بني آدم ميت، تروح الضر وتطلع جثة أكرمك الله وتأكلها، هذه الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، إذا أنا بقول لي فيه صح موجود فيه. قالوا: هي دي الغيبة. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. الغيبة صدق، لكنه صدق محرم. بيقولوا: هو قلت حاجة غلط، ما هو كده صحيح. أيوه، هي الغيبة كده. الغيبة إنه كده. الغيبة إنه ما يعرفش يتكلم، الغيبة إنه عارض، الغيبة إنه فقير، الغيبة إنه كذا، الغيبة إنه في حاجة يكره إنك تقولها. دي غيبة. احفظ مشاعر الأخير. والغيبة من كبائر الذنوب ويعاقب الله عليها. أيضا مما حذرنا الشرع منه جاء في النميمة. لا تنقل كذنب الناس على وجه الإفساد. تقول له قال كده صحيح هنا كذبت. النميمة صدق محرم. لا يجوز أن تنقل الكلام بين الناس على وجه الوقيعة.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، اللي بينجي الكلام بين الناس حتى يفسد بينهم لا يدخل الجنة، يفسد العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض. أيضا السخرية والاستهزاء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا تستهزئ بأحد، ويل لكل همزة الذي يستهزئ بالناس ويسخر من الناس. احفظ لسانك جهة أخيك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني الكرام، حق المسلم عظيم وحرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة. شوف تصور لو أن الإنسان أمامك والعياذ بالله يسب الكعبة، منكر عظيم. سب المسلم أشد حرمة عند الله من سب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الكعبة فيقول إن حرمتك عند الله عظيمة، والله إن حرمة المسلم عند الله أشد من حرمتك عند الله. حرمة المسلم عظيمة، خلي بالك. أعراض الناس حفرة من حفر النار، احذر. حب أخوه هو منك، يصلي عليك إذا منك ويشفع لك عند الله يوم القيامة، قل يا رب أخي يا رب أخي يا رب أخي. كثر إخوانك، كثر أصدقائك الصالحين، اجعل لنفسك علاقات طيبة تستمر إلى يوم القيامة. المرء يوم القيامة يفر من أبيه وأمه وأخيه، لكن لا يفر من صديقه الصالح. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا متحابين فيه. اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ أعراضنا واحفظ علاقاتنا من كل ما لا يرضيك. اللهم ألف بيننا في طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم عجل الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم. اللهم عجل بنصرهم إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك ببشار ومن عاونه، اللهم أنزل عليك سخطه، اللهم اقصمه عاجلا غير آجل، واكشف الغمة عن إخواننا إنك على كل شيء قدير. وقوموا إلى صلاتكم.